حبايبي الحلوين الغاليين الشاطرين الجامدين احلى قباطين، ممكن نكون متضايقين من امتحان الفيزياء او امتحان التاريخ اللي كان امبارح، بس صدقوني ربنا يعوضنا كتير في اللي جاي. لسه قدامنا 230 درجة، قدامنا الانجليش والاحياء والجيولوجيا وايه كمان والكيمياء. فبنعمة ربنا هيعوضنا اللي جاي بشكل كبير قوي. امسك في ربنا، امسك في حلمك، لسه حلمك ما راحش، لسه حلمك ما ضاعش، مادام الصعوبة على الكل مش عايزكم تقلقوا. نقول الحمد لله. ركزوا في اللي جاي، ركزوا في الانجليش. على مدار اليومين اللي فاتوا راجعنا اول 6 يونتس وتاني 6 يونتس، يعني رجعنا من 1 ل 12 ورجعنا معاهم السكيلز كلها. شكرا لردود افعالكم الرائعه، كتر خيركم. شكرا على ردود الافعال الرائعه على المراجعه او على الثلاث حصص اللي فاتت. شفنا مش عاملين كميات ضخمه جدا عشان تعرف تذاكر بتركيز وهدوء وتعرف تلم الدنيا كلها من غير لا ربكه ولا تهويل ولا اجر هنا وهنا وهنا وهنا، ما بقاش لاحق اخلص هنا ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. ليالي الامتحان نصيحه مني ليكم معموله للتجميع، للهدوء، للتركيز. مش عايزكم تشتتوا نفسكم، مش عايزكم دايما تشغلوا بالكم هعمل ايه ودي ودي واسوي. لا، الموضوع اهدى من كده، ابسط من كده بكتير. ريحوا نفسكم دايما للامتحان، خليكم كده ريلاكس عشان تعرفوا تفكروا تاني يوم. قله النوم وحشه، بتعمل قله تركيز، فبالتالي بتربك في اللجنه، بنسى كل مذاكره. عشان كده من فضلك لو ما رجعتش كل الانجليش نام بدري. كل كويس، انت مذاكر طول السنه، اي ماده انت مذاكرها وتعبان فيها طول السنه على مدار سنه كامله مستحيل تنساها، ما تقلقش. انا لو منكم هقرا الماده قرايه بس ليالي الامتحان، لا اكتر ولا اقل، وكله هنفتكره بس لما نبقى هاديين وراكزين. تمام؟ طيب تعالوا بينا نراجع القصه. نصيحتي ليكم انك تقرا فصول القصه سريعا كده. انا عشان وقتكم ما عملتش كده، هيبقى تضييع وقت على الفاضي، لكن نبقى قرينا القصه. يا ريت لو كنا قرينا 4 فصول اول يوم وتاني يوم 4 فصول والنهارده 4 فصول، يبقى كويس قوي. ف يعني النص كله كلنا عارفين بيجي سؤالين للقصه، السؤالين كريتيكال ثينكينج، اي اجابه صح، اي اجابه صح، المهم انك تكتب ده وجهه نظرك. فما تعولش هم سؤال القصه نهائي. واعتقد حصه السكيلز الحمد لله انها عجبتكم. دوسوا كويس، ما تقلقوش، ربنا معانا مش هيسيبنا نهائي. تمام؟ طيب تعالوا بينا حصة القصة مع بعض سوا نشوف فيها ايه. هنا عامل حركة لطيفة جدا، عمل great expectations. جاب شخصية وبدأ يتكلم على أهم الملاحظات اللي في كل شخصية. كل شخصية ايه ملاحظاتها وايه الأسئلة اللي ممكن تيجي فيها. تمام؟ فتعالوا بينا نشوف مع بعض سوا أول شخصية أساسية معايا، وهي شخصية بيب، ودي المين كاركتر، الشخصية الرئيسية. بيب was an orphan، يتيم، who was brought up by his sister، اتربى عن طريق أخته، اتربى بواسطة أخته. بيب had great expectation، نال great expectation. expectation يعني تنبؤات عظيمة. he wished to become، وخلي بالكم كجرامر wish مفيش بعدها فاعل، يبقى to المصدر، عشان لو بعدها فاعل فانت عندك ماضي بسيط، ماضي تام، could او would. he wished to become a gentleman، كان بيحلم ان يبقى gentleman to improve his social position. واتفقنا ان وقتها في المجتمع كان في 3 positions او social positions. كان في مرتبة الأغنياء جدا اللي كانت بتمثلها ميسيس هافيشم، وكان في المرتبة الدنيا اللي كان فيها أكيد بيب وجو، كل الناس دي، وكان في طبقة اللي في النص اللي كان فيها مستر بامبلتشوك، طبقة الوسطى. and win Stella's heart، ويكسب قلب ستيلا. بيب was kind، كان طيب، as he helped Magwitch اللي هو بعد كده باسمه بروفيس to skip and Herbert to set up his business. كان طيب جدا، ساعد ماجويتش في اول القصه خالص، وساعد هيربرت في اخر القصه خالص لما in his business. كان البيزنس بتاعه فين نسيت؟ ايجيبت، برافو عليكم. بيب had a weak personality، بس شخصيته كانت ضعيفه.
as when he first met Stella he felt ashamed of himself. لأنه أول ما قابل ستيلا حس بالخجل من نفسه. And his relative he loved Stella although she treated him rudely. كان بيحبها جدا بالرغم من كانت بتعامله بقسوة. He was human as he felt sorry for Havisham. كان طيب قوي، كان إنساني، كان عطوف. بعد اللي عملته في ميسيس هافيشام he felt sorry for her. He wasn't loyal. When he was a gentleman he treated Joe and Biddy boastfully. تعامل معاهم بكبرياء بفخر، مع ان دول اكتر اتنين حبوه في القصه كلها، لكن لما عشان كده قال لك he wasn't loyal، ما كانش مخلص معاهم في الاخر. بيب ما عدا اخر فصل خلاص صلحهم وكانت الدنيا تمام. بيب didn't achieve his ambitions. ماشي، ما حققش طموحه اللي هو ايه؟ ان هي برافو عليك didn't marry. برافو عليك ستيلا، ما اتجوزش ستيلا. اهم الاسئله اللي ممكن تيجي على بيب: if you were in Bib place، لو انت في مكان بيب would you bring the file and the food to the stranger؟ why؟ طبعا الاسئله دي كلها حليناها مع بعض على مدار السنه كلها، فمش اسئله جديده بالنسبه لكم. ممكن اقول يس وممكن اقول نو. انا هقول نو بما ان نو مش موجوده because he was a criminal، he was a convict. تمام؟ وممكن اقول يس I would the stranger was a criminal who threatened to kill Bib، هدد. ماشي، لو انت مكانه هتجيب لانه كان مجرم ممكن يقتله. تمام، وانا ممكن اقول لك ايه؟ نو. طبعا الاجابه صح الاثنين. ده critical thinking. فكر كويس، فكر كويس. اجابه بسيطه. Do you think that Bib's older sister led a happy life with her husband؟ why؟ اخته كانت عايشه حياه سعيده في بيتها؟ لا. She didn't want to be a blacksmith's wife or Bib's sister. No, I don't think so. She didn't like her life with a poor blacksmith. كانتش حابه حياتها مع راجل حداد فقير. She treated him badly. She was always complaining. كانت دايما بتشتكي. If you were in Bib's place, would you make friends with Joe? Why? Sure. هل هتبقى صديق جو؟ Sure. طبعا. I'd do that. Joe is a kind-hearted man. صفة مركبة. طيب القلب. He always helped friends in difficult situations. وبيساعد أصحابه دايما في المواقف الصعبة. 4. Then she jumped on me like an eagle on a lamb. فاكرين الموقف ده؟ لما نطت عليه واخدته وسحمته. كتب عنه في القصه كلمه مهمه قوي. قال لك I was washed like a lamb. انا اتغسلت، حد سحمني يعني. Bib said, what did these words reflect about the relationship between Bib and his sister؟ العلاقه تعكس ايه بقى؟ reflect a very bad relationship between Bib and his sister. علاقة سيئة جدا. She treated him so badly. كانت بتعامله معاملة سيئة جدا. 5. Would you try to get a better education if you were Bib؟ هل كنت هتحاول تحصل على تعليم أحسن لو أنت مكان بيب؟ Just to make Stella change her attitude towards you؟ Why؟ قال لك no، أنا مش هعمل كده. I would of course try to get a better education. بس مش عشان اتجوز ستيلا. Only because it's a good thing. بس ده عشان حاجة ايه؟ كويسة. مش هاخد تعليم كويس، مش هبقى جنتلمان، مش هحصل على تعليم كويس عشان اتجوز ستيلا، لا. عشان ده حاجة كويسة. 6. Should Bib رايحة فين؟ Should Bib have taken Joe away from the mistress man in the inn؟ Why؟ هل كان لازم بيب ياخد جو من الراجل اللي هو عمل كده فعلا، من الراجل الغامض ده اللي قابله في الحانه اللي كان معاه الفايل بيقلب بيه الشاي؟ قال له يس. بيب realized that the strange man in the inn know about Magwitch. لان بيب لاحظ ان الراجل ده يعرف عن Magwitch because he was using the blacksmith file to stir his tea. هو استعمل blacksmith file to stir his tea عشان يقلب الشاي بتاعه. This made Bib frightened. وده خلى بيب خايف. طب الراجل كان بالنسبه لبيب ايه؟ frightening، مخيف. سبب الخوف. Why do you think Bib felt frightened when the mistress man gave him a coin؟ ليه خاف لما اداله العمله طب وقتها؟ لأن بيب realized that the mistress man was in some way connected with Magwitch the criminal. لأن كان عارف إن في relationship between this
man أو the mysterious man and Magwitch the convict. I have to tell you that Bip has great expectation. He will receive a large amount of property. ثروة. In future. مين اللي قال كده؟ Juggers. برافو. If you were in Bip's place, would this large amount of property in the future be your great expectation? هل هو ده لو انت مكان بيب؟ هل ده great expectation؟ هل دي تنبؤات عظيمة؟ وليه؟ No, because money isn't everything in life. What is more important is improve your position in life by having a good education. الأهم إن أنت تحسن مكانتك في المجتمع بالحصول على تعليم أفضل. Good education. Did Bip want to have a better life just because he was ambitious? Why? هل بيب كان عايز حياة أفضل بس عشان هو طموح؟ وليه؟ أنا شايف لا طبعا. He wants to have a better life to marry Stella. أو to make Stella love him. عشان نخلي ستيلا تحبه. Was Bip right? Not to want all the poor people in this village to see him in fine clothes? Why? يا ترى Was Bip right not to want؟ هل بيب كان صح لما ما كانش حابب الناس الفقيرة اللي في القرية بتاعته تشوفه هو لابس لبس الجديد اللي جابه وحطه وقتها في بيت بامبلت شوكولا لو فاكرين؟ قال لك no he wasn't right. ما كانش صح. ليه؟ وقتها لأن بيب felt ashamed of the people of his village. كبر من أولها. خجل منهم، اتكسف منهم. Although they treated him well. بالرغم ان كانوا بيعاملوه كويس. Only because they were poor. بس لأنهم فقراء. طب ما أنت كنت امبارح كده من ساعتين 3 كنت فقير. جاي دلوقتي ashamed. If you were Bip, لو أنت مكان بيب, would you be pleased to have money to know your pin factor? Why? If I were Bip, I would be pleased to have money, but I must make sure that the money has been earned legally. هو ما فرقش معاه مين هو who is his pin factor. ما فرقش معاه مين هو الكفيل، ما فرقش معاه مين هو اللي بيصرف، مين هو اللي بيديله كل الفلوس دي. هو فرق معاه ان معاه فلوس، لكن انا بالنسبه لي لا. عايز اعرف ان مصدر الفلوس ده legally يعني قانوني. 12. Why do you think that Bip felt sure that Mrs. Havisham was his pin factor? حاجات كتير قوي. Mrs. Havisham was kind to him. She paid for his apprenticeship. دفعت ثمن تدريبه المهني. Moreover, علاوة على ذلك, Mr. Juggers, her lawyer, Mr. Juggers المحامي بتاعه, told him that he would be educated in London by مين بقى؟ ماثيو بوكيت. طب ماثيو بوكيت يبقى ايه المسز هافيشم؟ her cousin او one of Mrs. Havisham's relatives. واحد من قرايب مسز هافيشم. كل دي اثباتات ان مسز هافيشم his pin factor. وهي كانت بتاكد له ده. After a quick goodbye to Joe, my sister and Betty, I felt as though the whole world was waiting for me. حسيت ان العالم كله منتظرني ومستنيني. وانت رايح لندن طبعا، شايف الدنيا ياما هنا ياما هناك. What do you think meant by these words? كان قصده ايه بده؟ He meant that he had a great opportunity to become a gentleman. ان يبقى gentleman. And live in a good place. London, the capital. ويعيش في مكان افضل. لندن العاصمة. مش عايش في وسط المارتش وعايش في الفيلج. قرف بالنسبة له، هو عايز يروح لندن. 14 طبعا اتصدم أول ما راح هناك. If you were Bip, would you agree to make new friend and forget the old ones? مين اللي قالت له كده؟ ستيلا. انت دلوقتي ما ينفعش معاك أصحابك دول ولا قرايبك، انت لازم تشوف ناس تانيين. According to Stella's advice, why? No طبعا. I wouldn't agree. أنا مع نفسي ما كنتش هوافق. We should always be loyal to our old friends. لازم نبقى مخلصين لأصدقائنا القدام. فطبعا أكيد ما كنتش هوافق. Do you think that Bip had a weak personality? طبعا شخصية ضعيفة. Why? قال لك yes I think so. Bip has no confidence in himself. ما عندوش ثقة في نفسه أصلا. He isn't wise and he judges people by appearance. مش حكيم ودايما بيحكم على الناس بالمظهر. سؤال 16 بيقول ايه؟ But you know, I have no heart. And neither
kind nor good. انا لا طيبه ولا كويسه. مين اللي قال الكلام ده؟ ستيلا. صح. Do you think Bib was right to insist on loving Stella؟ ما عندوش كرامه. Despite her bad qualities. Why? For sure. أكيد. He wasn't right. Stella insulted him and treated him so badly. It was foolish to Bib to insist on loving her. من الحماقة ليه إن هو كان يفضل يحبها، مش حاجة صح. بس كان بلا كرامة. الشخصية اللي بعد كده مسز جو. بيبس older sister أو elder sister. صح، بس elder ما تجيش في المقارنة. She was cruel. She always complaining about Bib and about her life and about being a blacksmith's wife. I didn't want to look after you. It's bad enough to be a blacksmith's wife. مش كفاية أنا مش عايز أعتني بيك يا عم، أنا خلفتك ونسيتك. مش كفاية being a blacksmith's wife. What did these words reflect about Mrs. Joe's character? بتعكس لك إيه عن شخصية Mrs. Joe؟ إن she was cruel and can't be a good mother. كانتش تبقى كويسة. The boy will make his fortune by going to Mrs. Havisham's house. خلي يا عم يروح يشوف حاله عند Mrs. Havisham، هيورث كل اللي وراه واللي قدامها. And he is going there tomorrow. هيروح بكرة هناك. What do you think Mrs. Joe was planning for with Mr. Pumblechook؟ مع Mr. Pumblechook. Mrs. Joe planned to send Bib to Mrs. Havisham's house and she believed that Bib would get a fortune by going there. وكانت عشمانة ان هو يورث ورثة كبيرة كده من Mrs. Havisham. Should Bib have petted Mrs. Joe although she was cruel to him? Why? كان هل ممكن يعطف عليها برغم انها كانت قاسية معاه؟ قال لك she was still his sister. هي اخته في الاول وفي الاخر. Who raised him after his parents died. اللي ربته بعد ما بابا ومامته اتوفوا. الشخصية الأقرب إلى قلبي والأفضل في القصة من وجهة نظري جو. He was Bib's sister's husband. جوز أخت بيب. Mrs. Joe, he was a blacksmith. He was kind, honest, satisfied, forgiving, and faithful. When Bib was ill and heavy indebted في آخر القصة, Joe looked after him and paid all his debts. دفع له كل ديون. أول سؤال أو السؤال رقم 20 بيقول لك What do you think might have happened if Joe had gone to school؟ إيه اللي كان هيحصل لو راح المدرسة؟ إيه اللي كان هيحصل؟ If he had gone to school he would have had a better position in life. كان ممكن يحصل على مكانة كويسة في الحياة. هنا سيبك من أي حاجة، وهنا استعمل حالة إيه في الكام؟ التالتة. ماضي تام would have وتصريف تالت، واحنا قلنا الحالة إيه التالتة هي كل ما يخص الماضي فقط. وشرحها عندكم في كنافة بالمانجا. قلت لكم التو سيكشنز تو بلاي ليست دول ما تضيعهمش، كنافة بالمانجا أو الركن المستخبي. خلاص، أو مسمينها مهمة رسمية. الركن المستخبي دي في الابلكيشن. تمام؟ لكن على اليوتيوب هتبقى اسمها مهمة رسمية. Do you agree that Joe had better morals than Bib؟ طبعا. طبعا. Yes. Joe never let Bib down. عمره ما خذله. He always gave him advice. دايما بيديله نصيحة. On the other hand من ناحية تانية when Bib got a lot of money he felt ashamed of Joe because he was poor. ده عكس اللي عمله بيب معاه لو فاكرين. I know then that I must go back to the blacksmith very soon to thank him. Do you think Joe shouldn't have helped Bib pay all his debts؟ تفتكر انه بعد ما جو دفع الديون بتاعت بيب قال لك انا لازم اروح هناك واشكره بنفسي على كل عمله علشان، تفتكروا كان جو المفروض يدفع الديون؟ No. انا لو مكانه هقول no. I don't think so. Joe loved Bib like a son and he can cared much about him. Bib is welcome to go and find his fortune. ده الكلام اللي قاله لجاجرز أول ما راح يعرض عليه إن بيب has a great expectation. قال له عايز فيك قد إيه فلوس؟ قال له لا لا لا. Bib is welcome to go. Bib is welcome to go and find his fortune. مرحب بيه إن يمشي ويلاقي ثروته ويلاقي حياته وعيشته.
Money makes no difference to my feeling for him. الفلوس مش تعمل حاجة في مشاعري تجاهه. What do these words reflect about Joe's character? هفضل أقول. These words show that Joe cared much about Pep and wanted him to be a better person. عايزه يبقى شخص أفضل. Why do you think Joe tried to give the bound note back to the stranger man in the end? سألناها في النص دي. فاكرين السترينجر مان اداله كوين واداله فيها باوند نوت. أخدها جو وحب يرجعها له. ليه؟ جو believed that the strange man made a mistake. كان شايف إن الراجل ده عمل غلط. شفتوا مدى أدب الراجل ده؟ He is very polite. By giving Pip the bound note and Joe was an honest man وكمان honest man رجل أمين. 25 I wish she wouldn't hit you so. لما جو قال له قعدوا يحكوا مع بعض إن أنا كنت محظوظ إن اتجوزت أختك فبص له كده قال له محظوظ وقعدوا يحكوا لو فاكرين قال له اسكت. أنا ما يهمنيش أنا أتمنى إن she wouldn't hit you إنها ما تضربكش. أولا دي أمنية في المستقبل. ثانيا عشان الفاعل مختلف فجبت would لأن لو الفاعل واحد كنت جبت could. I wish she wouldn't hit you so أتمنى ما تضربكش. I would rather she hit me than you. يا ريت تضربني عنك. What did these words show about Mr. and Mrs. Joe's character? يوضح لك ايه عن شخصياتهم هما الاثنين. قال لك these words tell us that Mrs. Joe was a very cruel woman. شخصية قاسية. While Joe was so kind to Pep. Mrs. Havisham, a rich woman. Her fiancé, Campbell, خطيبها. Deserted her, هجرها، بعد عنها. On her wedding after taking her money. في يوم فرحها بعد ما أخذ كل اللي وراها واللي قدامها. She adopted Stella to try to take revenge on men. واتبنت ستيلا عشان take revenge. تنتقم من الرجالة. She made Pip love Stella. خلت بيب يحب ستيلا. To enable her break his heart. عشان تمكنها من كسر قلبه. She regretted في آخر القصة what she had done and asked Pip to forgive her. ده في آخر القصة. The house looked unused and most of doors were closed. Everything was dark inside. Do you think that this atmosphere reflects the circumstances Mrs. Havisham had lived in? Why? كل الظروف دي هل بتعكس الظروف وحالة اللي كانت عايشة فيها ميسيس هافشم؟ طبعا. Her fiancé tricked her and stole her money. This broke her heart. فكسر قلبها فالدنيا كلها اسودت حواليها. As I stood before her, I noticed that the clock had stopped to 20 to 9. 9 إلا تلت. What do you think the stoppage of the clock indicate? وقف الساعة ده كان بيشير لإيه؟ Indicates that her life stopped at the time she never wanted to change. أو at the time her fiancé didn't come to the wedding day. اليوم اللي ما جاش فيه يوم الفرح. حياتها وقفت عند كده. Do you think Mrs. Havisham was right to let Stella break Pip's heart? Why? أنا شايف no. I don't think so. It was cruel of her to let Stella treat Pip badly. It wasn't fair. ده ما كانش عدل. اللي حصل معاها ما كانش ينفع تعمله مع غيره. 29 Do you think that Mrs. Havisham really wanted Pip to come and play with Stella? هل كانت طالباه عشان يجي يلعب مع ستيلا؟ Why? قال no طبعا. I don't think so. Mrs. Havisham wanted to take revenge on all men. هي كانت عايزة تنتقم من كل الرجالة. She trained Stella to break men's heart. ومرنت ستيلا انها تكسر قلب الرجالة. Is it psychologically accepted that Mrs. Havisham wanted Stella to break Pip's heart؟ من الناحية النفسية؟ برضو ولا من الناحية النفسية ولا أي حاجة بصراحة. No, it isn't. Mrs. Havisham was psychologically disturbed because of her failed marriage. طب هي مضطربة نفسيا، هي متدمرة نفسيا عشان يوم زفافها. تعمل كده ليه على غيرها؟ السؤال 31. If Mrs. Havisham had helped her brother financially، لو كانت ساعدت أخوها, do you think that he wouldn't have
plotted with her fiancé against her. هل كان هيتآمر، الكلمة دي مهمة قوي يا أولاد، هيتآمر مع خطيبها ضدها؟ No, I don't think so. أكيد لا. Her brother was a greedy man. باباها أخوها كان طماع. Who would stop at nothing to get more and more money from her. كده كان هيطلب منها فلوس أكتر وأكتر، ما كانتش هتفرق معاها كتير. 32 Do you think Mrs. Havisham was right to try to adopt some children؟ وليه؟ I think she was right to do so because she was lonely, a lonely woman who wanted the children to make her feel like a mother. ماشي، بس ما كانتش تستعملها to break men's hearts. Yes. She said, forgive me, Pep. سامحني يا بيب. I used her to break your heart. أنا استعملتها عشان أكسر قلبك. But if you know my story, you would pity me. لو سمعت قصتها تشفق عليا. If you were Pep, would you pity Mrs. Havisham? Why? هو حصل له كده، بس أنا بالنسبة لي لا. Mrs. Havisham was wrong when she made Stella break Pep's heart. هي اللي غلطت، أنا مش هسامحها. أنا عن نفسي مش هسامح. ده إجابة السؤال. نيجي لست الكل ستيلا. ستيلا was Magwitch and Molly's sister. بنت Magwitch and Molly. She was Mrs. Havisham tool. هي الأداة اللي كان بين إيدين Mrs. Havisham to break men's heart، عشان تكسر قلب الرجال. She got married to Bentley drummer but she wasn't happy. اتجوزت من بنتلي درامر زميل بيب، بس ما كانتش فرحانه. in the end. والفرق بين in the end و at the end، اولا at the end لازم احط وراها off والحاجه. in the end وراها كوما ومعناها finally. تمام، اكتبوها عندكم. Why do you think Stella didn't hand Pep the food but instead put it on the ground؟ ليه ما كانتش دايما بتديله الاكل في ايديه، كانت بتحطه على الارض؟ ليه كانت بتعمد تعمل ده؟ I think she wanted him to know that she was better than him. عشان تحسه دايما ان هو اقل منها، ان هي احسن منه. If you were Stella, would you agree to be a tool to harm others؟ انا عن نفسي لا. It's wrong for a person to used by someone else to take revenge on announced people. تقول له مستر طب انا ممكن ما اعرفش اكتب ده كله، ما تكتبش ده كله. دي مش اجابات تحفظها، انا ما حفظتكوش طول السنه كلمات قصه. سوري، اسئله قصه، حفظنا كلمات لكن اسئله لا. اكتب بتعبيرك. احنا طول السنه تقريبا حتى الجرامر ما حفظناهوش. الحمد لله، يعني حاجه كويسه عشان كده احنا فاكرينه. لو حفظنا كنا شهور نسينا. فاكتب، عبر براحتك بكلمات بسيطه. صدقوني اسئله القصه دي مضمونه قوي. القصه والباراجراف والترانزليشن اسئله انا شايفهم في المضمون جدا جدا. 36 Do you like Stella's character? Why؟ حبيت شخصيتها؟ انا لا. She is proud and cruel. هي كانت قاسيه ومتكبره. If you were Stella, would you try to break Pep's heart? No. Pep loved her. He tried to improve his position to be worthy of her love. وحاول يحسن من مكانته عشان يستحق حبها. فما كانش المفروض تكسر قلبه. Do you think that Herbert Pocket would have been happier if Mrs. Havisham had adopted him? مين ده؟ هيربرت؟ قال لك لا يا عم، ده انا الحمد لله ان هي ما تبنتنيش. مع ان لو if she adopted him she would marry Stella. كانت اتجوز ستيلا. السؤال لك الحمد لله لا. If she adopted him he would have suffered like Pep. ولو اتبنته كان ممكن يعاني زي بيب، فهو محظوظ. 39 You should know because I'm what you made me. لما قالت لها انت كرول قاسيه حتى عليا، قالت لها انت لازم تعرفي ده، انا الانسانه اللي انت صنعتيها.
Do you think Stella was satisfied with the role she played with Mrs. Havisham? Why? لا طبعا. She wasn't satisfied. ما كانتش راضية. Mrs. Havisham used Stella as a tool to take revenge on men. So it wasn't strange that Stella treated Mrs. Havisham coldly. فما كانش غريب يعني نتعامل مع Mrs. Havisham ببرود. طبيعي. 40. You know that I want to trick all my admirers. All of them except you. All of them are apart from you. بعيدا عنك. وهتلاقيني اشرح لك في الفيديوز الفرق بين apart جنب بعض وapart بعيد عن بعض. What do these words show about Stella's character? ده يبين لك ايه عن شخصية ستيلا. These words show how much influence Mrs. Havisham has had on Stella. Stella is a victim of Mrs. Havisham who raised her to hate men. tool كانت أداة تستعملها في إيديها عشان تعمل إيه؟ To hate him أو to hate men إنك تكره الرجالة. Bentley Drummer. He was Bib's housemate in London. عرفنا ده كان بيتعلم مع مستر ماثيو بوكيت. He was arrogant and boastful. كان مغرور ودايما بيتفخر بنفسه. Do you think that Bib was right not to like Drummer? Yes. Drummer was arrogant. He thinks that he is better than everybody else. كان فاكر إنه أفضل من أي بني آدم تاني، أفضل من أي شخص تاني. Magwitch. رحت فين؟ تعالى كده. Magwitch, the convict, was one of two criminals who escaped from prison. كان من ضمن 2 مساجين هربوا من السجن. هو مين؟ كان بنسون. صح. He was Stella's father, Baba Stella, and Molly's husband, Goose Molly. Magwitch escaped from the prison ship and met Bib, who brought him food and file. هرب من سفينة السجن وقابل بيب وبيب جاب له الفود والفايل الأكل والمبرد. He was grateful to Bib as he used his fortune to help Bib. استعمل ثروته إنه يساعد بيب to get good position. He was Bib's secret benefactor. هو اللي كان الكفيل بتاع بيب. Magwitch had a hard childhood. عاش حياة صعبة. He had to beg. كان مضطر يشحت وهو صغير. And steal to survive. ويسرق عشان يعيش. He returned to England to see Bib, the gentleman he had met. ورجع انجلاند عشان يشوف بيب الجنتلمان اللي هو صنعه وصرف عليه. Should Bib have planned to make Profess escape alone? Why? هل بيب كان المفروض يخطط ان بروفيس يسافر لوحده وليه؟ No, he shouldn't have done that. لا ما كانش المفروض يعمل كده. Bib felt so grateful to Profess, who had helped him before he wanted to be with him in times of trouble. لا كان لازم يساعده. ده راجل وقف معاه حياته كلها فكان لازم يقف معاه في وسط أزمته في وسط المشاكل اللي بيمر بيها. If you were Bib, would you be ashamed to know that Magwitch was my benefactor? بالنسبة لي أنا من غير ما أشوف. Because he was a convict. هو بالنسبة له no. I wouldn't be ashamed of him. ليه؟ Magwitch not a criminal by nature. إجابة برضه صح. هو مش مجرم بطبيعته. ودي السيميلاريتيز اللي كانت بين بيب وبين ماجويتش. الاثنين كانوا فيري بور، كانوا فقراء جدا. الاثنين كانوا ما عندهمش اب وام. صح؟ كان في تشابه بينهم، هو ما اتولدش مجرم. He had to beg to eat or steal to eat. اضطر يشحت او يسرع عشان يعيش. بس ما كانش كده. He was kind to Bib and acted as a second father to him. كان طيب معاه وكان اب تاني ليه. طب لو كتبنا ايه صح؟ هل لازم نكتب كل الاجابه دي؟ ابدا ابدا. اكتب اجابه بسيطه تعرف تكتبها. الاهم زي ما قلت لك وانت بتكتب الباراجراف انك تكتب جمله سليمه، والجمله السليمه لازم تبدا بفاعل ثم فعل بس. الباقي ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اي ادنى مشكله. احنا ما بنصدق نلاقي اجابه معقوله ومظبوطه. Should Bib have told the police that the convict had returned from Australia? أكيد لا.
The convict helped him to become a gentleman. ده هو ساعده عشان يبقى جنتلمان. أول ما هيشوفه هيبلغ عنه شرطة. وممكن حد يقول لك yes because he was a convict لأنه مجرم. ماشي. صح. He was a criminal. سؤال 45 بيقول إيه؟ As he had been so good to me, I felt it was my duty to help him escape. عشان كان طيب معايا لقيت إنه من الواجب عندي إن أنا أساعده يهرب. ده اللي قال بيب. Did you agree with Pep's opinion why؟ هل موافق رأي بيب وليه؟ I agree with him. If Magwitch hadn't helped Pep، لو ماجويتش ما كانش ساعد بيب he wouldn't have became a gentleman. ما كانش وصل إنه يبقى gentleman. سؤال 46 as a child he was always hungry so he stole and begged to survive. قلناه. Do you agree that Prophet أو Magwitch was a victim of his poor childhood? For sure, yes. Of course, he was a victim. If he had had someone to care for him, his life would have been different. لو كان ليه حد يهتم بيه أو يهتم بيه أكيد كان الوضع اتغير بالنسبة له تماما. 47 Do you agree that Prophet deserved his end with a life sentence؟ تعتقد إن Prophet كان يستحق نهاية حياته بلايف sentence سجن مدى الحياة؟ Yes, he deserved it. He committed a crime أو crimes and broke the law. Moreover, علاوة على ذلك, he escaped from prison ship and was later caught. Do you sympathize with Magwitch as a result of his assistance to Pep? Why? هل شعرت بالعطف؟ Magwitch with Magwitch كنتيجة لمساعدته لبيب؟ ليه؟ He was grateful to Pep who helped him on the marches when Magwitch escaped from prison. هو كان شاكر ليه طول الوقت، كان عايز يرد له الجميل لأن ساعده وهو هربان وجاب له فود وجاب له الفايل. كام بنسون. He was Magwitch partner and Havisham's fiancé. كان الراجل اللي هرب مع ماجويتش وكان خطيب مسز هافيشام. He destroyed his life of both Mrs. Havisham and Magwitch. دمر حياة مسز هافيشام وماجويتش. He was dishonest. كان غير أمين. He took Havisham's money and escaped on their wedding day. أخذ فلوس مسز هافيشام وفك. قال يا فكيك. What is the worst character in Great Expectation? Why do you think so? Campbellson for sure. He tricked Havisham. He stole her money. He betrayed Magwitch. خدع Magwitch. Caused him to have a longer prison sentence. وأدى إن يتسجن سجن أطول. لأنه طبعا اعترف عليه. هو يعني ما كانش عمل حاجة. ده Magwitch كان بدأ يعيش حياته كويسة. وهو اللي اعترف عليه بكل حاجة لبسه في السجن. ده أسوأ شخصية. وأفضل شخصية في رأيي هي شو. Mr. Juggers, who's a successful, secretive lawyer. He helped Molly and found her job with him as a servant. شغل عنده مولي. He took Stella to live with Mrs. Havisham. وودى ستيلا تعيش مع Mrs. Havisham. Do you think that Juggers is someone that Pip can trust? Why? Yes. Because Jugger has proved to be a successful lawyer. كان محامي شاطر. He keeps his clients' secrets. كان دايما بيحمي أسرار العملاء بتوعه. Many people trust him. وناس كتير كانت بتثق فيه. Do you think Juggers is a good person? Why? Yes. He is a successful lawyer زي ما قلنا. Many people trust him. He keeps the secret of his clients. نفس الإجابة. He works hard and he is honest and practical. Do you think Juggers is a brave man? For sure. لو فاكرين he didn't close his house. ما كانش بيقفل بيته. And he always said كان دايما بيقول خلي حد مجرم يجي يقتحم البيت. ما كانش حد يقدر. ما كانش بيخاف. He was very brave. كان شجاع جدا. Matthew Pocket. He was Mrs. Havisham's cousin. ابن عمها. Herbert's father. بابا Herbert and Pep's tutor. والمعلم بتاع Pep. He was the only one who warned Havisham about Campbellson. وهو الوحيد اللي كان قاري خطيب Mrs. Havisham. ابعد عنه. هي طردته.
Was Mrs. Havisham right to leave some of her money to Matthew Pocket؟ طبعا، وده اللي قاله لها بيب. She was right. Matthew Pocket was her only relative who gave her good advice. الوحيد اللي اداها نصيحة سليمة. And warned her not trust the man who she was going to marry. وقال لها ما تثقش في الراجل ده اللي تتجوزه. هيربرت حبيبي ولد الطيب الشقي. He was Matthew Pocket's son. طبيعي. Pip first met him in Havisham's house. وقت الخناقة، فاكرينه حضرناها في الفيلم أنا وأنتم سوا. الفيلم كان ممتع، مش هتنسوا القصة دي. Where they fought. Pip called him the pale young. الولد الدبلان كان مسميه كده. He was supposed to be adopted by Havisham but he was lucky. كان المفروض يتم التبني by Mrs. Havisham بس كان محظوظ انه ما حصلش. He became Pip's close friend. اصبح صديق قريب لبيب. He helped and supported بيب. ساعد بيب وسنده. Pip and Mrs. Havisham helped him get a job in Egypt with Mr. Clarker. السؤال She will make you unhappy. يا ابني ارجع بلاش ستيلا. She will make you unhappy هتخليك مش فرحان. You should try to forget her. انساها. هل موافق الرأي؟ طبعا. ليه؟ هربرت know Stella well. هربرت كان عارف ستيلا كويس قوي. He thinks she was proud and cruel and Mrs. Havisham uses her to take revenge on men. هو كان عارف اللي فيها. فحذر بيب. بس بيب still loves her. بدي احدى الشخصيات الرائعة في القصة بعد جو. She is helpful and kind. طيبة. مساعدة. She helped Pip to learn. أول واحدة ساعدته يتعلم. She took care of Mrs. Joe after she became disabled. وراحت البيت عندهم وساعدت Mrs. Joe. She married Joe after his wife's death although she loved Pip. اتجوزت من جو بعد after his wife's death بعد وفاة زوجته although she loved Pip بالرغم انها كانت بتحب بيب. بس في الفصل الأخير صدم والعملية خلصت. If you want to marry her she probably isn't worth the effort. ده اللي قالته له بيدي اللي قالته لبيب. Why do you want to get a good education or why do you want to be a gentleman؟ ليه عايز تحصل على تعليم كويس؟ ليه عايز تبقى gentleman؟ قال لها يفرق السؤال؟ قالت له يفرق. قالت له لا ايه السؤال؟ قالت له انت عايز تبقى عندك good education او to be a gentleman to marry Stella or to be a gentleman او ولا انت عايز تبقى gentleman او have a good education وتبقى عندك تعليم كويس بس. هو تفرق؟ قالت له تفرق. لو انت عايز تتجوزها مش مستاهل المجهود. Do you agree with Bid's advice؟ طبعا. Pip loved Stella so deeply although she treated him so badly. فكلامها صح، مش مستاهل المجازفة ولا مستاهل المناهدة والتعب. Should Pip have given Biddy more attention؟ طبعا، هو كان شايف انها افضل من ستيلا بكتير. Yes, I think he should have done that. Unlike Stella, Biddy was kind and nice. على عكس ستيلا، بيدي كانت طيبة وكويسة. وكان يتجوزها في آخر فصل ولو راح ليه خلاص جو سبق أورليك. أورليك he was Joe's assistant. كان مساعد بتاع جو. كان بيكره بيب جدا. He hated Pip and hit Mrs. Joe with a hammer. He tried to take revenge on Pip in the old house but Herbert rescued him. لما بعت له جواب في آخر الفصل وراح المارشز وراح البيت ده وكان يضربه لولا هيربرت جه وضربه. كان هيموت بيب. He was sent to prison after breaking into Mr. Pumpelchook's house. واتمسك وهو بيقتحم بيت مستر بامبلتشوك عشان كده راح للسجن. 56 بيقول لي ايه؟ If you were Pip لو انت كنت بيب would you be on good terms with Orlick? Why? No. انا نفسي ممكن اقول لك yes في الاول because they were in the same age nearly in the same age. حد يقول لك no لانه Orlick was a bad character شخصية سيئة. he was mean and lazy بخيل وكسلان. he hated Pip so much كان بيكره بيب جدا.
57 why do you think Orlik mentioned that more convicts had escaped؟ ليه حاول يظهر لبيب انه مجرمين كتير هربوا to make other things that it was a convict who hit Mrs. Joe not him، عشان يثبت لهم ان اللي ضرب مسز جو كان احدى المجرمين دول مش هو. 58 بيقول ايه بقى؟ which character do you like most in Great Expectation؟ بالنسبه لي جو. he valued friendship and loyalty over money. وعطى القيمه للصداقه والاخلاص اكتر من الفلوس. he was kind to Pep، كان طيب قوي لبيب and really cared about him، كان مهتم قوي بمعتني بيه. he was never ashamed of being poor، كانش مكسوف ان هو فقير. in your opinion what was the greatest expectation for Pep؟ why do you think so؟ ايه افضل حاجه حصلت لبيب؟ to become a rich gentleman so that Stella would be pleased with him and loved him. افضل شيء كان يحصل لبيب ان كان يصبح rich gentleman وستيلا would be pleased with him and love him. In your opinion what is the moral lesson of Great Expectation؟ ايه المغزى الاخلاقي من القصه دي؟ We should always be loyal، لازم نكون مخلصين to our friends and people who care about us، والناس اللي بتهتم او بتعتني بينا. If you were Stella who would you prefer Pep or Bentley Drummer؟ Why؟ I would prefer Pep of course because he loved me. Bentley Drummer is so cruel, is stupid, arrogant and selfish. مغرور وأناني. Do you think Pep completely ungrateful to other؟ هل تعتقد ان بيب كان يعني غير ممتن تماما لأي حد؟ لا. بدليل ان he tried to help Magwitch to escape from the police، كان ممتن لماجويتش على اللي عمله معاه. Although he felt ashamed that his benefactor was a convict، بالرغم ان كان مكسوف انه الراعي بتاعه او الكفيل بتاعه مجرم، لكنه he still grateful for what he had done for him. كان مازال ممنون لكل اللي عمله عشان خاطره. Do you think Stella was right to be a tool in Mrs. Havisham's hand؟ Why؟ تعتقد ده؟ No, she wasn't, but Stella is a victim of Mrs. Havisham who has raised her since she was very young to be person she wants to achieve her goals. هي كانت ضحية، كانت أداة في إيد Mrs. Havisham عشان من وهي صغيرة، وربتها من وهي صغيرة عشان تحقق أهدافها. 64 in your opinion في رأيك was Pep a young man of principles؟ تعبير سؤال مهم قوي. man of principles. why do you think so؟ هل رجل مبادئ؟ قال لك yes. when he knows that Magwitch was a criminal he decided not to accept any money from him in the future. man of principles. قرر انه ما ياخدش اي فلوس من ماجويتش في المستقبل لما عرف ان هو criminal. Yes, I said for many reasons which I can discuss. What do you think the reason for Pep's being unhappy were؟ إيه الأسباب؟ Pep was unhappy because he discovered that Mrs. Havisham wasn't his real benefactor. اكتشف إن Mrs. Havisham wasn't his real benefactor. إن مش هي الكفيل بتاعه. He was also unhappy because Stella didn't love him. كان كمان مش فرحان لأن ستيلا ما حبتوش. 66 If you were Pep would you take off your coat and try to save Mrs. Havisham and put out the flames although she used Stella to take revenge of you؟ طبعا I would do that طبعا. As humans كبني آدم يا أخي حتى it's our duty to help others when they are in danger. واجبنا ان احنا نساعد الباقيين طول ما هم في خطر حتى لو كانوا اعدائنا. I stole the food from the blacksmith's house this morning. Why do you think convict convinced that he had stolen the food؟ ليه ماجويتش، ليه المجرم اعترف انه هو اللي سرق الاكل من بيت جو؟ فاكرين الحوار ده مع رجل الشرطة؟ because he didn't want Pep to get into trouble. ما كانش عايز يحط بيب في مشكلة. because he was so grateful for what had been done by Pep. اللي اتعمل من خلال بيب.
when he brought him file and food. 68 Do you feel sorry for Mrs. Havisham despite her attitude towards Bib؟ أنا عن نفسي لكن هنا قال لك no. I don't feel sorry for her. She was wrong to take revenge on Bib. ما كانتش صح انها تنتقم منه. ممكن اقول لك no because she was a victim. كانت ضحية لكامبنسون. أي إجابة زي ما قلنا ده critical thinking براحتك. طيب why do you think Stella refused to speak to Bib when Mrs. Havisham asked them to play؟ ليه رفض تتكلم معاه؟ ده في أول القصة خالص. She thought that Bib was a poor boy. قالت له كده إن الليبورينج بوي ولد من أولاد العمالة من الطبقة الدنيا اللي مفيش خالص. Stella was arrogant and cruel. كانت مغرورة وقاسية قوي. Ever since I met Stella at Mrs. Havisham I have wanted to improve myself. من أول ما قابلتها وأنا عايز أحسن من نفسي. Do you think Bib was right to improve himself just because of Stella؟ بس عشان Stella؟ لا طبعا. لا طبعا. For himself. No, he wasn't right. We improve ourselves because we think this is important to us. ده حاجة حلوة لينا. We shouldn't care what others thinks of us. مش مهم الباقيين شايفيننا ازاي وبيفكروا فينا ازاي. 71 Do you agree that Mrs. Havisham should have been more merciful? Why؟ هل تعتقد انه او هل توافق ان Mrs. Havisham كان المفروض تبقى شاكرة وليه؟ Yes. She should have been more merciful. Her cruelty made people hate her. كان المفروض تبقى أطيب من كده. قسوتها خلت الناس تكرهها. 72 What might have happened؟ إيه اللي كان يحصل؟ If Bib hadn't gone to the graveyard. لو بيب ما كانش راح الجريفيارد. If he hadn't gone there he wouldn't have become a gentleman. ممكن حد يقول لك he didn't أو he wouldn't have met Magwitch. صح. كل ده صح. سؤال 73 Do you agree that Stella was a victim of Havisham's circumstances? Why؟ تعتقد ان ستيلا كانت ضحية لظروف Mrs. Havisham؟ Mrs. Havisham adopted Stella to train her to break men's heart. لأنها ربتها على كده. She brought up, she raised her to break men's heart and take revenge on them وتنتقم منهم. Stella had no choice but to obey Mrs. Havisham. وستيلا ما كانش عندها أي اختيارات لكن كان الحاجة الوحيدة إنها تطيع Mrs. Havisham. 74 Do you think Bib was happy to know who his real benefactor was؟ هل تعتقد إن بيب كان فرحان لما عارف مين هو الكفيل بتاعه؟ لا. ليه؟ He never expected that a criminal اللي هو بروفيس وقتها was his real benefactor. أو because his real benefactor was a criminal عشان كده ما كانش فرحان. 75 Do you sympathize with Molly's character؟ تشفق عليها؟ No, I don't sympathize with her character. She wasn't a good mother. She left her daughters. سابت بنتها. رمتها بعتها بالبلد كده. She was also believed to have been a criminal. 76 If you were Pip, what lesson would you learn in the end؟ هتعلم ايه في النهاية؟ I would learn that I should never judge people by appearance. إني ما أحكمش على الناس بالمظهر بالشكل. I would also learn to be grateful to people who help me and to be loyal to my friends. وأكون ممتن وشاكر للناس اللي بتساعدني وأكون مخلص لمين؟ لأصحابي. دي أسئلة القصة اللي جت دور تاني 23 دور أول 23 تجريبي 23. يلا بينا يا أبطال نقراهم واسيبهم لكم تحلوهم عشان تشوف أنت لو في الامتحان ده كنت هتحل إزاي. أول سؤال In Great Expectations. في Great Expectation القصة بتاعتنا The evil side of human nature is clearly الجزء الشرير في الطبيعة البشرية is clearly represented كان ممثل في مين؟ In Orlick and Campbellson. Illustrate mentioning one point for each character. وضح انك تذكر فكرة عن ده وفكرة عن ده. واضحين قوي. شوف أورليك عمل ايه؟ شر عمل كتير. هتقول فكرة واحدة عشان اقول لكم الأسئلة تيجي سهل. كامبلسون عمل ايه؟ كفاية deserted Mrs. Havisham مثلا يعني.
Betty was a girl of principles، واحنا قرناها وحلناها انه جو was a man of principle، عندها مبادئ. discuss giving two examples، كتير لبيتي ينفع نحكي فيه. سؤال سهل. طب في دور الاول كان جاي ايه؟ some incidents can be a turning point in people's life، وده هتنزل لكم حل الامتحان على اليوتيوب. in the light of the sentence illustrate giving two example about them. بعض الاحداث ممكن تبقى turning point، نقطة تحول في حياة الناس. تقول لي طب يا مستر افرض جالنا سؤال مش عارفين نكتب عنه حاجة. مفيش سؤال هيجي مش هتعرف تكتب عنه حاجة. تاني، مفيش سؤال هيجي مش هتعرف تكتب عنه حاجة. ما تقلقش. خد كلمة وابدأ لف ودور حوالين السؤال، هتلاقي نفسك بتجاوب. المهم انك تجاوب، ده أهم. But I didn't want to look after you. It's bad enough being blacksmith. لسه مجاوبينه ده. Why? How did this word reflect Mrs. Jo's feeling towards her family? Mention 2 points. تجريبي 23. If Mrs. Havisham's fiancé hadn't deceived her, how do you think her life would have been? بحبكم جدا. Support your answer with 2 justifications. تمام؟ يبقى وضح دي باتنين اتنين من المبررات حياتك هتبقى عامله ازاي لو خطيبها ما خدعهاش. بيب اند ماجويتش proved that they had human feeling، ان عندهم مشاعر بشريه. explain with evidence، اشرح بايه؟ بادله. بكده القصه تكون خلصت. في 3 امتحانات عامه لازم اسيبهم لكم اخر يوم، هنزل لكم اجاباتها عندي على الصفحه. بكده تكون محاضرة القصة بتاعتنا انتهت. هسيب لكم الامتحانات دي بس لازم نكون بنحل. فدي فرصة 3 امتحانات، هنزل لكم امتحانات على اليوتيوب كنا حلناها مع بعض أثناء الدراسة في آخر وقت في المراجعة، ما كناش كلها سمعناها، عشان كده هنزلها لكم بالحل بتاعها بالPDF عشان الناس ما كانتش معانا من أول السنة تبدأ تسمعها، تشوف احنا بنحل الامتحان ازاي بكل هدوء واتعب. شوف وقت الامتحان وانا لو انت بتسمعني لاول مره في الامتحانات دي اللي هتنزل هتلاقيني بحل زيك. انا بصدق ما حضرتش، انا جبت الامتحان وقعدت احل زيك. الكلمات اللي انت ما كنتش هتترجمها انا ما ترجمتهاش وحليت الامتحان. وشوف وقت الامتحان تحت قد ايه، هتلاقي وقت قياسي ولا وقت. عشان كده رسالتي ليكم بعد نهايه سنه كامله، اولا انا بحبكم جدا، ربنا يعلم ان ما قصرتش بنقطة عرق ولا بتعب ولا بجهد على كل حد فيكم، وانتوا شفتوا ده كويس. 2 هتفضلوا ولادي، هتفضلوا عيلتي اللي هفضل فخور ومبسوط بيها طول الأبد. هفتخر بكل حد فيكم، بكل حد هيكون في مكان. 3 ثانوية عامة مش نهاية الدنيا، ثانوية عامة هي بداية حياة جديدة. ممكن تلاقي نفسك في مجال عمرك ما خطر في بالك أصلا ان انت تبقى فيه، وتلاقي نفسك موجود وناجح فيه بشكل كبير قوي. دايما بص لقدام اللي ممكن تعمله. افتكر دايما ان ربنا معاك، عمره ما يسيبك. افتكر دايما ان ربنا سند طول الوقت. اي مكان هتكون فيه مع ربنا هو مكان الامان. اي مكان هتكون فيه مع ربنا وربنا يكون معاك فيه هو النجاح بتاعك. عشان خاطري امسكوا في حلمكم، لسه الحلم ما ضاعش، احنا في ايدينا ان نحقق كتير جدا الوقت اللي جاي بعد نهاية سنة كاملة. اتمنى لكم دايما كل توفيق. سامحوني لو كنت قصرت، انا بحبكم قوي. عملنا كل حاجة، رحلة اتمنى تكون كانت كويسة. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا في رحلة امتدت على مدار من شهر 8 بنهاية احنا شهر 7 خلاص اهو. شوفوا كام شهر. شفنا فيه حاجات كتير، تعبنا مع بعض، ذاكرنا مع بعض، بذلنا مجهود كبير مع بعض. ربنا اعلم باللي حصل وانتوا حاسين بده كويس قوي. الحمد لله عملتوا اللي عليكم، تعبتم، هنسيب الباقي كلنا على ربنا. اوعوا تنسوني، خليكم دايما فاكريني. هتفضلوا عيلتي وهفضل فخور بيكم للابد لحد ما اشوفكم يا ابطال في كليات رائعه. اي كليه يختارها ربنا هي كليه رائعه، لحد ما اشوفكم في كلياتكم مبسوطين فرحانين متهنيين سعداء انتوا كل بيوتكم. اشوفكم يا رب بألف خير وسعاده وصحه يا اغلى الناس. سلام، كل سنه وانتم طيبين.